ايدك. حبوباتي، صباح الخير عليكم، وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. ما شاء الله عليا اشطر كتكوت، بقالي كذا يوم كده ما شاء الله بنزل فيديوهات. انا بقول ما شاء الله لاحسد نفسي واختفي تاني ف شجعوني يا جماعه في الكومنتات كده وقولوا لي ايوه احنا مستنيين فيديوهاتك. المهم يا جماعه، فاينالي شاركت معاكم طريقتي في التفريزات السريعه، وهي بقى انا مش هقعد اتبل كل حاجه، ولكن اقل حاجه ان انا اقسم مثلا سي البانيه، اللحمه، ايا كان اللي انتوا جبتوه بتقسموه وجبات. يعني مثلا تقطعوها تقطيع شيش طاووق، صدر تاني. مثلا انا بحب اجيب صدور فيليه واقطعها انا بقى بانيه، ممكن شيش طاووق، لان انا بحب الشيش طاووق في الصدور مش في الوراك. مثلا ادخلها الفرن وبعد كده اقطعها كده سلايسز. يعني بصوا، انا بحب كده اللي هو ايه، ابقى براحتي، لو حبيت اقطعها بانيه هقطعها بانيه بس. وبقسمهم كده، مثلا هنا هعمل شاورما، لا يوم تاني هحطها في الفرن سليمة، وهكذا. تمام. فبما ان انا يعني بعمل اوريدي تقطيع للغدا بتاع النهارده، فالباقي بروح حطاه في الفريزر. اقل حاجه ان انا بس ايه اطلعه احطه في التتبيله وبس. فدي يعني حاجه كده، هاك سريعه لو انتوا كمان بتحبوا حاجه تنجز معاكم، بدل ما تقعد تفكوا تبقيش عارفين هتعملوا ايه. لا خلاص انتوا عارفين. المهم النهارده قررت اعمل لازانيا بالفراخ. فبصراحة انا ما بعملش اي حاجة فيها، يعني هو ما بعمل لازانيا ده معناه ان انا عايزة اريح دماغي النهاردة. مفيش اي اختراعات يا جماعة. بحط القطع الفراخ مع البصل والخضار والحاجات اللي احنا قطعناها الحلوة دي، بروح حطها مع الفراخ على النار، وبحط عليها صويا صوص والتوابل بقى بتاع شيش، اي توابل جاهزة. بصوا، هو انا بريح كده ايه دماغي في اليوم ده كده، وبعمل حاجة سريعة بس بتطلع طعمها حلو بس. وبعمل البشاميل وببتدي بقى احط طبقات السعادة. طبقات البشاميل دي طبقات سعادة يا جماعة بس. وبحط الفراخ وبدخلها الفرن، تاخد لون من تحت ولون من فوق، وبس كده الموضوع خلص. الغدا يا جماعة خلص خلاص. ف حاولوا ان انتوا يعني في الحر ده بالاخص ما تعملوش حاجة فيها اختراعات او حاجة تقفوا في المطبخ فيها كتير. لا يعني حاولوا ان انتوا تنجزوا نفسكم عشان تعرفوا تعملوا حاجات تانية في اليوم. ده اولا. ثانيا، الجو حر عليكم جدا الفترة دي. وثالثا، ان انتي مش بتبقي واقفة كده وخلاص، لا ده بيبقى فيه يا جماعة كمية فاصل اعلاني في النص. طبعا يعني بشيلها في المونتاج، انما الحقيقة كلنا عارفينها. مش عارفة ايه بيتكسر، ايه هناك سويت بيحصل، ايه تعالي الحقي مش عارفة ايه، وكمية حاجات بتحصل ورا الكاميرا ما شاء الله. المهم بصوا على حلاوتها كده وهي في الفرن. خطيرة خطيرة يا جماعة. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله في الكومنتات. انا عارفه ان انتوا كده كده شطورين وحبوبين، ويعني ما شاء الله عليكم، اكيد بتعملوا برضو اكل حلو بس. ودي بقى يا جماعة المي تايم بتاعي اخر اليوم، قهوة عربي مع تمر في البلكونة واروق دماغي. يعني مش عايزة حاجة بقى، عايزة افصل بس اخر اليوم.
وده يا جماعة كان تاني يوم من الفلوج. وعايزة اقول لكم على حاجة، اكتر حاجة بحبها ان انا اجمع الفلوجات مع بعض، يعني ما يبقاش يوم واحد، يبقى كذا يوم. بحس كده ان في حماس وطاقة في الفيديو ما شاء الله حلوة جدا. المهم في اليوم ده كان عندي شوية تنظيفات كده صغننة، يعني بعد ما عملت الفطار وروقت على حالي الاول، اوكي اهتموا بنفسكم الاول. بعدين قررت ان انا امشي بجهاز البخار كده على الارض وعلى الفرش، ودخلت خدت كده الزرع اللي في الشقة كله وغسلته. بس كده يا جماعة، مش هنعمل اكتر من كده في اليوم، اللي هو بتحاولوا تجزأوا التنظيفات واحدة واحدة. وكده كده اصلا الترابيزه بتاعت السفره بعد كل اكله بتتنضف، فترابيزه الصالون تتاخد بالمره. بس كده انتوا خلصتوا جزء كبير. وبعدين دخلت اعمل الغدا. عايزه اقول لكم في اليوم ده معرفش ليه كانت طالبه معايا اكل حاجه ساقعه. ما هو ده غدا يا بنتي، لا هو انا عايزه اكل حاجه ساقعه. فالجو بجد حر بيحسسكم ان انتوا طول الوقت عايزين يا اما تشربوا حاجه ساقعه يا اما تاكلوا حاجه ساقعه في ايه. فعملت سلطه بالفراخ والخضار، وعملت معاكم حلا سريع بالمانجا. هتلاقوا الوصفة في الأماكن التانية، ها أوكي مستنياكم. بس وشغلت البخور ودخلت بقى البلكونة عشان عايزة اخد رأيكم في حاجة مهمة. وبعد يا جماعة ما سجلت لكم بصوتي، كان صوت الشارع بجد مش ممكن. يا جماعة ناموا شوية خلوني اعرف اتكلم مع الناس شوية. ما فيش صوت ما شاء الله. فقررت ان انا اعمل فويس اوفر عادي، احنا عندنا حلول. المهم انا مؤخرا بدأت اهتم تاني بالكوفي كورنر اللي كان في البلكونة، و عايزه اقتراحات. يعني ده كده ديكور مبدئي، بس حاسه ان انا عايزه احط حاجه. برضو سامعين صوت العربيات بجد، انا يعني لو سامعينها سوري يا جماعه سوري. المهم عايزه افكار هنا اوريدي هحط قبليك ان شاء الله، لان اوريدي في مخرج ليه. ولكن انا حاسه ان انا عايزه افكار ديكور. ابعتولي كده على الانستجرام او على اي ابلكيشن، او اكتبولي في الكومنتات اقتراحات نعمل ايه. لان انا في دماغي فعلا كذا حاجة، بس في نفس الوقت شايفين الاماكن اللي تحت دي انا مش عايزة احط فيها حاجة تتكسر. في الاول كنت بحط فيها حاجات كده لذيذة وديكورات حلوة، ولكن بعد الخلفة اكيد يا جماعة احنا بنشيل اي حاجة من المستوى بتاعهم ممكن تتكسر. فمش عارفة برضو، فمحتارة احط ايه هنا. فاكتبوا لي مقترحات وقولوا لي رأيكم. ده كده يعني مبدئيا، ولكن استنوا بقى الفترة الجاية كده في شوية افكار وحماس. ولكن انا برضو محتاجة اخد رأيكم واعرف اعمل ايه مع الافكار اللي عندي. وانا كنت بوريكم بقى البلكونه، هي قاعده لذوذه وصغننه كده وجميله وحلوه، بس بتروق لي كده مزاجي سواء الصبح او بالليل. وبس كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشجعوني باللايك والكومنت، وكمان تعملوا سبسكرايب لو انتم مش مشتركين في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان لما انزل فيديو يقول لكم ان انا نزلت فيديو. خلاص اتفقنا. انا هعتبر ان انتوا قلتوا اتفقنا. بس كده يا رب يكون الفلوج خفيف عليكم، واشوفكم في فلوج جديد. سلام.